ممكن يجيلك إحساس إنك هتموت أو هتفقد الوعي. العلماء بيشرحوا إن ده بيحصل غالبا عند الناس اللي عندهم حساسية زايدة في الجهاز العصبي السمبثاوي، وده بيخليهم يفسروا أي تغيير في الجسم حتى لو طبيعي على إنه تهديد. مثلا قلبك سرع دقاته شوية بعد ما طلعت سلالم مثلا، المخ ممكن يقولك أوبا داخلين على أزمة قلبية، خاف. فالخوف يزود الأدرينالين فتخش في الدايرة الجهنمية اللي بيسموها في العلاج المعرفي السلوكي عندنا حلقة الذعر، اللي هو انت متوتر من شيء بسيط، التوتر ده يزود اعراض الشيء اللي كان بسيط فيتحول لشيء اكبر، فالتوتر يزيد اكبر وهكذا. في ابحاث بالرنين المغناطيسي اثبتت ان المصابين بنوبات الهلع بيكون عندهم نشاط زايد في مناطق الخوف في المخ زي اللوزة الدماغية، كمان ضعف في مناطق التحكم المعرفي اللي المفروض تهدي الانذار ده تعقله. طيب ليه المخ بيعمل حركات النص كم دي؟ غالبا بيكون في تعلم سلبي من مواقف سابقة. يعني ايه؟ ممكن مرة حصل لك تسارع في ضربات القلب بسبب كافيين مثلا او مجهود، دماغك سجل التجربة دي على انها خطر، من ساعتها اي زيادة بسيطة في ضربات القلب تشغل نفس السيناريو.